جارتي قالت لي ولا هاربك ولا جنرال، ده المصري بابا المجال. قلت لها مصري ده ايه؟ قالت لي السجاده اللي عندك اللي كنت هترميها دي، بدل ما ترميها تعالي اغسليها بالمصري. قلت لها المصري اللي هو ايه؟ قالت لي منتج مصري جميل جدا، هجيب لك منتجات واستغني عن كل المنتجات اللي عندك، كل المنظفات ارميها او شوفي بقى تديها لاصحاب نصيبها واستخدمي المصري. راحت جايبالي المصري اللي انا هقول لكم عليه، وغسلت بيه السجاده اللي انا كنت هرميها. شفتوا كانت مبقعه وعامله ازاي؟ مبقعه بقع السنين، كنت هرميها بجد لكن ما رميتهاش لان الاسعار غاليه قوي، واصلا السجاده حلوه، والسجاده زي ما كنتوا شايفينها كده مبقعه بقع مش راضيه تطلع خالص. فجبت المنتج المصري ده، صاحبتي الله يكرمها جابتهولي، ورحت عملت بيه السجاده. اول حاجه نضفتها هي السجاده، لما لقيتها نطفت كده وبتلمع وبتبرق قلت ما شاء الله، ده انا اكمل بقى تنظيف الشقه. قول لها قبل دخول الشتاء، انتوا عارفين الشتاء داخل ولازم ننظف الشقه قبل دخول الشتاء. انا كده خلصت السجاده، هاخدها بقى تحت الدش، هلفها كده رول واشطفها تشطيفه كده حلوه، وبعدين احطها على سور البلكونه عشان تنشف. شوفوا بقى الجمال، شايفين النظافه بتبرق ومنتج مصري سبحان الله. بصوا هتستغنوا خالص عن المنتجات المستورده. جابت لي كمان اللي هو المنظف بتاع الزجاج، رشيه على المرايه المتلطشه وبمنديل كده او بفوطه بتنضفيها، بتلمع وبتبرق زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ما شاء الله، تستغني بقى عن جلانس والحاجات اللي هي المستورده دي. شايفين بتلمع ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. كمان لما ننضف المرايه الصغيره بتاعتي دي كانت متشلفطه برضو ونضفتها وزي الفل. تعالوا كمان ننضف المرايه بتاعه الدولاب، وانضف الاوضه كده خالص والمعها. عايزه اقول لكم منتج تحفه ومصري، عايزه اقول لكم مصري ومش غالي. كمان استغنيت عن ايه؟ استغنيت عن بتاع الاخشاب، منتج بقى شوفوا برشه واحده او رشتين ومنديل كده طلع التراب ولمعها. بصوا المكان اللي مش متلمع عامل ازاي واللي متلمع عامل ازاي، فرق شاسع. ولا البوتاجاز، منظف البوتاجاز المصري، انا بوتاجازي والله بصوا عامل ازاي. الحته اللي في النص دي كانت محروقه من اول ما جبت البوتاجاز وعملت وجبه كبيره قوي، كانت وليمه كبيره، فمن يوم وهي محروقه كده. المنتجات المستورده اللي هي مستر ماسلز والحاجات دي ما كانتش راضيه اطلعها. المنتج اللي انا استخدمته النهارده يعني سبته بس 5 دقايق 10 دقايق كده على البوتاجاز، وبعدين رحت بالسلك وبفوطه مبلوله كده في الاخر ولمع وبقى زي الفل. كمان هستغنى عن اللي هو ناعم الغسيل اللي هو الكومفورت. انا كنت بستخدم دوني الاصلي بس غلى قوي، فاستخدمته كومفورت عشان ارخص شويه. فشوفوا بقى الدوني ده، المنتج المصري ده. كل المنتجات دي يا جماعه من شركه تاتش، عايزه اقول لكم ريحته تحفه وتقيل قوي. وهرمي بقى كل الحاجات دي، اللي فاضي هرميه واللي مليان ممكن اديه لاصحاب نصيبهم. هو لسه في الباسكت عندي بس هديهم لاصحاب نصيبهم، لان في ناس في التعليقات على اليوتيوب قالوا لي حرام بلاش ترميهم عشان انت شاريهم. انا هديهم بقى لاصحاب نصيبهم، واستبدلت كل المنتجات اللي عندي بمنتج تاتش المصري. تعالوا بقى نشوفوا الحمام كمان يهبل. كنت بستخدم اللي هو الهاربك. تعالوا بقى نشوف بعد ما شطفته، شوفوا بقى اللمعان والفروقات اللي ما بين السيراميكا والتانية، ابيض وبيلمع وزي الفل. بجرة مساحة كده وتسيبيها بقى تنشف خالص. شايفين الفرق؟ تحفة. طبعا هتسألوني المنتج ده فين ونوصل له ازاي، هسيب لكم الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك والجروب بتاعهم انضموا ليهم، وكمان رقم الواتساب تقدروا تطلبوا منتجات تاتش من خلال الارقام والتواصل اللي انا هسيبها تحت الفيديو. ومدام سامية الجمل صاحبتي وحبيبتي وحبيبة الكل بتعمل منتجات مصري تفوق وتضاهي كمان الحاجات المستوردة. عندها دوني ومنعم الغسيل وبتاع السجاد ومنظف الزجاج وملمع الخشب ومبيد الحشرات ومبيض الملابس البيضة، وكمان تسليك البلاعات، ومنظف كمان وملمع الفضيات والذهب، كمان حاجات تحفة تحفة.